أهلا بكم في الحلقة 38 من سينما مصر في القرن العشرين، وحلقتنا اليوم عن فيلم عيون لا تنام، إخراج رأفت الميهي، إنتاج 1981. في حلقات سابقة اتكلمنا عن رأفت الميهي ككاتب سيناريو. اتكلمنا عنه في حلقات شيء في صدري وعلى من نطلق الرصاص. رأفت الميهي ابتدى حياته ككاتب سيناريو، عمل دويتو رائع مع كمال الشيخ، عملوا غروب وشروق، عملوا شيء في صدري، عملوا الهارب، عملوا على من نطلق الرصاص، واشتغل مع عاطف سالم في أين عقلي، وعمل مع علي بدرخان الحب الذي كان. لكن على ما يبدو ان كتابة السيناريو لم تكن ترضي طموح رأفت الميهي، رغم انه كان من اهم كتاب السيناريو في المرحلة، فقرر انه يتجه للاخراج وعمل اول افلامه، وهو موضوع حلقتنا عيون لا تنام. رأفت الميهي كان دارس الادب الانجليزي، وكان له خلفية ادبية واسعة، وده بان في اول افلامه عيون لا تنام، عن مسرحية ليوجين أونيل، وهو أحد أهم كتاب المسرح الأمريكي. والمسرحية اسمها Desire Under the Elms، رغبة تحت شجرة الدردار، وهي تحولت إلى فيلم سينمائي سنة 58 بطولة أنتوني بيركنز وصوفيا لورين. المسرحية تدور في مزرعة في الريف الأمريكي في بداية القرن العشرين، يملكها رجل متسلط ورجل قاسي بيشغل أولاده زي العبيد في المزرعة، وعنده ابن أصغر. هذا الابن الأصغر يرى إن المزرعة دي بتاعته، وإن أبوه أخدها مع عمه، فدايما في صراع مع أبوه. بيقنع إخواته إنه يساعدهم على انهم يهربوا من جحيم الاب ويهربوا من المزرعه، ويديهم فلوس عشان يروحوا كاليفورنيا في حمى البحث عن الذهب، ذا بيج جولد راش، في مقابل انهم يتنازلوا عن نصيبهم في المزرعه. لكن الاب بيتزوج زوجه اصغر منه، ويبتدي يحصل صراع بين الابن الاصغر والزوجه، والاثنين بياخدهم الطمع والرغبة في تملك والسيطرة على المزرعة. لكن الأمور تتعقد لما الابن وزوجة الأب يدخلوا في علاقة تتسبب في حمل زوجة الأب، وهنا تحصل المشكلة والصراع والعقدة. هي مسرحية تتحدث عن الطمع والرغبة في التملك وتأثير المشاعر والغرائز دي على البشر وسلوكهم. رأفت الميهي حول مزرعة في الريف الأمريكي في بداية القرن إلى ورشة في وسط البلد في القاهرة سنة 1981، ورشة كبيرة مساحتها 1000 متر، يعني سعرها فلكي، ومفيش أب وأبنائه، في أخ أكبر وإخواته. أخ أكبر اللي هو إبراهيم شخص قاسي متسلط، بيعامل إخواته بقسوة شديدة، ويشغلهم عنده زي العبيد، وبيضربهم وهم رجالة كبار، وشخص حريص على المال جدا. وعندنا أخ أصغر اللي هو إسماعيل، اللي شايف إن المزرعة ان الورشة دي ملكه هو، لانه يرى ان ابوه اخدها من امه، عشان كده دايما في صراع مع ابراهيم على الورشة. وبنشوف ابراهيم بيقنع اخواته انهم يسافروا الكويت، يساعدهم انهم يسافروا الكويت مقابل تنازل يبدو ليه عن الورشة، بالظبط زي ما حصل في المسرحية، بس بدل كاليفورنيا تحولت للكويت. وبنشوف الأخ الأكبر اللي هو إبراهيم بيتجوز محاسن اللي هي شابة
أصغر منه، وبيحصل مواجهة وصراع بين إسماعيل ومحاسن، لكن الأمور تتعقد لما يقعوا في الحب مع بعض ويدخلوا في علاقة تؤدي إلى حملها، مما يؤدي إلى نتيجة مأساوية. بالشكل ده رأفت الميهي قدر يعمل معالجة صح لمسرحية يوجين أونيل ويخليها تناسب الواقع المصري، ويعمل منها فيلم بيغوص داخل النفس البشرية، وبيدخل في تأثير الطمع والرغبة في التملك والغرائز على البشر. هو فيلم يعني ممكن نقول عليه انه هو دارك، يعني مظلم، بيتعامل مع الواقع، الجانب المظلم في البشر. الصراع في الفيلم ده بيقوم بين شخصيتين، هما إبراهيم وأخوه الأصغر إسماعيل. والسيناريو بيورينا إن في تشابه كبير بينهم. الاتنين بيحركهم دافع واحد، الرغبة في السيطرة على الورشة. عندنا فتاة ليل اسمها سميحة. فتاة الليل دي كانت على علاقة بإبراهيم وإسماعيل، تعرفهم الاتنين، وكانت بتقدم لهم خدمات، وبتقوم بدورها الممثلة العراقية سعاد عبد الله. بنلاحظ حاجة، إن إسماعيل لما بيروح لها بتدعك له ظهره، تقعدوا على الطشت وتدعك له ظهره وتليفه كأنه طفل. وفي نفس الوقت بنشوف ابراهيم لما هو بيتكلم مع مراته بيطلب منه ان هو يرقد على السرير وتدعك له ظهره، نفس طريقه التصرف. فتاة الليل بتقول اسماعيل ان هو طريقه كلامه بالظبط زي طريقه كلام اخوه الكبير ابراهيم. في نفس الوقت لما محاسن تبقى حامل وبتسمع كلام من ابراهيم ومن اسماعيل، هتلاقيهم بيتكلموا بنفس الطريقه، ازاي يستغلوا المولود عشان يسيطروا على الورشه، وكل واحد شايف ان ربنا معاه. واننا ذكرنا الورشه لازم نقول حاجه، الورشه هي شخصيه من شخصيات هذا الفيلم، لأن كل الأحداث بتدور حول السيطرة على الورشة. كمان الورشة هي المكان اللي هو كل الأحداث بتحصل فيه. كل الأحداث بتحصل في الورشة. الأبطال بيشتغلوا في الورشة وعايشين في الورشة. هنلاقي بيوت لإخوات إبراهيم، وفي السطح إبراهيم عنده بيت، فهم عايشين وبيشتغلوا في الورشة وبيتصارعوا كلهم حوالين الورشة دي. لما يكون عندي فيلم الأحداث كلها بتدور في مكان واحد، والمكان ده له تأثيره على الشخصيات وتصرفاتهم، يبقى أنا محتاج مهندس ديكور كبير، مهندس ديكور متمكن، مهندس ديكور بحجم أنسي أبو سيف. أنسي أبو سيف من الأسماء الكبيرة في مجال الديكور في السينما المصرية، راجل كان من تلامذة شادي عبد السلام، اشتغل مع يوسف شاهين، اشتغل مع توفيق صالح، اشتغل مع أغلب مخرجين الثمانينات. أنسي أبو سيف عمل ديكور هايل للورشة، ديكور بيعبر عن الورشة صح، خلاها كمكان أشبه بأنه سجن، أشبه بأنه مكان بيملك الناس اللي عايشة فيه، مش هم اللي بيملكوه، زي ما أحد الشخصيات وصف الورشة دي في الفيلم. هو عمل ديكور بيعبر عن ده، مكان رغبة الشخصيات اللي عايشة فيه في السيطرة بتخليهم يتصارعوا مع بعض، مكان فيه غرائز كتير بتحرك الناس، مكان في فيلم بيعبر
عن جانب مظلم في نفوس الشخصيات والبشر. أنثى أبو سيف عمل لنا مكان يعبر لنا عن ده ويدخلنا في الجو ده، وفي نفس الوقت المكان ده لما انت تشوفه هتحس انه حقيقي، تحس ان احنا بنصور في ورشة حقيقية، ودي حاجة وسمة موجودة في أعمال أنسي أبو سيف. دايما زي اللي اتفرجوا على الكيكات يحسوا ان دي حارة مش ديكور. نفس الكلام في عيون لا تنام، انت تحس انك في ورشة بجد. رأفت الميهي عمل لنا سيناريو مبني كويس، بيعتمد على اسلوب السرد التقليدي، واتعمل ده بشكل صح قوي، والشخصيات مبنية كويس. يعني شوف شخصية ابراهيم مثلا. ابراهيم لما بيشوف محاسن لأول مرة بيعترض للخطبة. بيعترض على ايه؟ بيعترض على كونها حلوة، لان كونها حلوة بيخلي السيطرة عليها صعبة مش سهلة، وابراهيم لا يطيق ان يكون في شخص جنبه ما يقدرش يسيطر عليه. بنقدر نفهم حرصه على المال لما هو بيتكلم عن طفولته القاسية، وازاي لما كان بيشتغل صبي ميكانيكي كان بينضرب. بالنسبة له كل قرش بيساوي ضربة او لحظة قسوة شافها في حياته، عشان كده هو حريص جدا على هذا المال. بنفهم ليه اسماعيل شايف ان الورشة دي بتاعته، لانها شايف انها ملك امه، وامه اتظلمت، فهو لازم ان هو بيجيب حق والدته ان هو ياخد الورشة دي وتبقى بتاعته. في نفس الوقت احنا بنشوف عبد الله واحد من الاخوة بيوصف علاقتهم بالورشة، بيقول ان دي مش ورشة، انها سجن، وانها هي اللي بتملك الناس مش الناس اللي بتمتلكها. رأفت الميهي بيخلينا نشوف الشخصيات واضحة جدا قدامنا، ونعرف ايه اللي بيحركها وايه دوافعها، وفي نفس الوقت بيورينا تأثيرات الطمع والرغبة في التملك لما تحرك الناس، ايه اللي ممكن يحصل. بالنسبة للعلاقة بين الشخصيات نشوف العلاقة بين اسماعيل ومحاسن. الأول بيكرهوا بعض وبيعملوا مؤامرات على بعض، لكن بعد فترة الاتنين بيكتشفوا انهم في سجن وانهم تحت سيطرة وافتراء ابراهيم، فيبتدي اسماعيل انه يتعاطف معاها. بعد كده بيحصل موقف بيدافع عنها لما ابراهيم كان بيضربها هيموتها في ايده عشان فاكرها ان سرقته، لكن اسماعيل هو اللي كان سرقه، فبيبرأها وبيعترف بالسرقة. هنا يبتدوا يقربوا من بعض، وهنا بعد كده يبتدوا يقعوا في الحب. والمشهد اللي كانوا يواجهوا فيه في مشاعرهم كان مشهد رائع جدا جدا، وفيه حوار عظيم، حوار هايل. وقوعهم في الحب هو الحدث اللي بيغير الأحداث، وكونها انها تحمل منه ده هنا بقى ده اللي بيخلق الصراع. رأفت الميهي عمل سيناريو رائع، في صراع بين شخصيات بيقودها الطمع والرغبة في التملك وغريزتهم، وبيورينا الصراع ده بيؤدي لإيه، وبتشوف يعني نهاية مأساوية جدا. رأفت الميهي عمل ده في سيناريو محكم جدا ومظبوط جدا وفي حوار هايل، وده مش جديد على رأفت الميهي اللي هو كاتب سيناريو تقيل قوي. نيجي للإخراج. رأفت الميهي قدم لنا حرفة عالية قوي في أول أفلامه عيون لا تنام. عندنا مشهد في عبد الله وشيرين اخوات ابراهيم بيخرجوا من الورشة، ياخدوا عربية زبون ويطلعوا يتفسحوا بالليل في شوارع القاهرة، بيهربوا من جحيم الورشة وسيطرة وافتراء إبراهيم عليهم. فبينطلقوا ماشيين بالعربية
عبد الله قاعد، علي الشريف اللي بيقولوا علي الشريف قاعد على مقدمه العربيه واخوه سليم سايق. وهو ماشيين كده عبد الله بيقول مونولوج فيه شعريه شديده عن الليل وعن الحريه اللي في الليل وعن نسيانهم للهموم، وانه يتمنى ان لحظه الليل دي ما تنتهيش. بنشوف كلام عبد الله مع تدخل الموسيقى التصويريه، والكاميرا بتقطع بين عبد الله وهو على مقدمه العربيه، وجوه سليم وهو سايق ومعاه بنت صاحبته. مشهد في منتهى الشاعريه جدا جدا جدا، بيورينا الاتنين دول وهم عندهم رغبه في انهم يخرجوا بره الورشه. وده اختلاف رئيسي بينهم وبين ابراهيم واسماعيل. مشهد معمول بشعريه شديده قوي 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 قوي، مع فيه استخدام الموسيقى لطيف قوي جدا. بعدين هنلاحظ ان رأفت الميهي كان عنده حركه كاميرا حلوه. حركه الكاميرا الحلوه دي بتبان في كذا مشهد. عندنا مشهد ان عبد الله وسليم قاعدين في اوضتهم، وهم قاعدين في الاوضه في شباك، الشباك ده واقف براه مين؟ واقف براه اسماعيل بيسمعهم وبيراقب، والاتنين قاعدين وبيتكلموا عن قسوة الحياة في الورشة، وازاي ان الورشة دي سجن، وازاي ملكاهم وانهم لازم يخرجوا منها. في اللحظة دي بنشوف والكاميرا جايباهم الثلاثة، جايبة عبد الله وسليم قاعدين، واسماعيل من الشباك بره من الشباك بيتحرك بيلف وبيدخل لهم من الباب ويقعد في وسطهم. كل ده من غير قطع، والكاميرا يا دوبك بتتحرك حركه بسيطه كده عشان تجيب عبد الله وسليم قاعدين، اسماعيل لما يدخل يقعد في وسطهم مستني اللحظه المناسبه وهما بيتكلموا عن السفر ان يدخل بالعرض بتاع انه يساعدهم على انهم يهجوا ويسيبوا الورشه في مقابل التنازل. يعني هي حركة ممثلين بتنتهي بتكوين بيعبر لنا عن ايه اللي هيحصل بالظبط، وتعبر لنا على نوايا اسماعيل عن طريق حركة كاميرا بسيطة وحركة ممثلين جوه الكادر حلوة قوي، واستغلال هايل للديكور. مشهد يبين ان في مخرج فاهم هو بيعمل ايه، بيعمل ميزانسين مظبوط جدا. هنلاقي برضه حركة كاميرا هايلة جدا، ان لما ابراهيم بيضرب اسماعيل ومحاسن وبيبقى واقف قدامهم والكاميرا معاه، وبيقول بيهدد محاسن انها لو ما اتعدلتش معاه هيطلقها ويرميها، ويبص لابراهيم وبيقول له ايه؟ بيقول له اوعى تفتكر ان ده هيسعدك، لاني هجيب لك واحده تانيه تطلع عينك. الكاميرا مع ابراهيم، وبعدين بتتحرك كده وابراهيم بيتحرك بيخرج من الباب ويرزعه. لما بيرزعه بنلاقي ترباس بتاع الباب خشب بينزل على الباب كده يقفل الباب. القفله دي بتوري لنا ان الاتنين التانيين اسماعيل ومحاسن الاتنين محبوسين وتحت سيطره ابراهيم. الاتنين اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض بيعوا لحقيقه انهم تحت سيطرة ابراهيم. فالكاميرا تتحرك وتجيبهم الاتنين في كادر واحد، ساندين على عربية واقفين جنب بعض، وهم في حالة يرثى لها. اكتشفوا واقع ان هم الاتنين محبوسين تحت سيطرة وافتراء ابراهيم. عندنا مشهد لما عبد الله وسليم بيسافروا ويتبقى في الورشة ابراهيم واسماعيل، وابراهيم قاعد ماسك قطعة حديد وبيدق عليها بعنف، فبيجيله اسماعيل من بعيد جاي وبيبقى في مواجهته، بيتبادلوا النظرات. نظراتهم بتعبر ان هما الاتنين اللي قصاد بعض وان الصراع ما بينهم الاتنين.
اسماعيل بيجيب قطعه حديد ويبتدي يدق عليها زي اخوه بالظبط، وفي تقطيع ما بينهم، نظراتهم وبعض والاتنين بيدقوا، وبعد كده من خلال القطعات دي بنشوف ان حركتهم بتبقى اسرع واعنف، والصوت بيعلى، صوت الدق بيعلى جدا جدا. مشهد بيعبر لنا ايه الصراع عامل ازاي، والمنافسه بينهم عامله ازاي عن طريق المونتاج وعن طريق اداء الممثلين والكاميرا بتاعته. رأفت الميهي من غير حوار بيوصل لنا كل الرسائل. ازاي بيستغل الكاميرا بتاعته؟ رأفت الميهي قدم حرفه عاليه جدا. عندنا المشهد بتاع لما ابراهيم بيضرب محاسن عشان فاكرها سرقته، بيضربها بعنف شديد جدا، وبيتدخل اسماعيل انه يبرئها عشان ما تنضربش الضرب ده. المواجهه اللي بينهم الاثنين قطعت المونتاج اللي بين في كلامهم بينهم وبين بعض، اللقطات اللي بتجيبهم الثلاثه في الكادر مع بعض. المونتاج في ده كان هايل، وكان فيه تكوينات هايله. لما ابتدي المشاعر الحب تتولد ما بين اسماعيل ومحاسن، نظراتهم لبعض، المونتاج اللي ما بينهم، استغلال الموسيقى التصويريه. رأفت الميهي بيعمل شغل عالي جدا في تقطيع مشاهده وتوظيف ادواته من موسيقى واداره ممثلين. المشهد بتاع مثلا لما الاتنين يعترفوا بمشاعرهم لبعض، مشهد فيه رأفت الميهي بيعمل تكوين حلو قوي، بيكتب حوار حلو قوي قوي قوي، وبيستغل المزيكا صح جدا وتكوينات هايله. الحقيقه ان رأفت الميهي في عيون لا تنام قدم نفسه كمخرج صاحب حرفه تقيله. يمكن المستوى ده ما عملوش في افلامه اللي بعد كده، ما شفناهوش منه في افلامه اللي بعد كده. زي ما يكون رأفت الميهي في اول افلامه عايز يورينا هو مخرج قوي قد ايه. الفيلم فيه عناصر مميزه كتير، منها موسيقى ابراهيم حجاج متوظفه صح، توقيتها صح، وبتدي شعريه عاليه جدا في الفيلم رغم قسوه القصه. ومونتاج ظابط عامل ايقاع كويس لسعيد الشيخ المونتير الكبير. وطبعا معانا ديكور انسي ابو سيف اللي اتكلمنا عنه قبل كده، حاجه رائعه، بطل من ابطال الفيلم الديكور ده. ومدير التصوير مصطفى امام عمل صوره حلوه جدا، عمل اضاءه حلوه جدا فيها استغلال للالوان والنور والظل، كان رائع جدا. عمل لنا اجواء كويسه جدا في مشاهد الحب بين اسماعيل ومحاسن، كانت هايله جدا الاضاءه فيها، عمل صوره حلوه. وغير كده حركه الكاميرا بتاعته، قلنا كذا، ذكرنا كذا مشهد قبل كده ازاي حركه الكاميرا بتاعته كانت بتلعب دور كبير انها تضعنا في حاله معينه. الحركه المظبوطه اللي ما فيهاش لا بطء زياده او سرعه زياده، حركه كاميرا صح جدا جدا، وتوظيفها سليم ونفذها بشكل رائع جدا. نيجي لاداء الممثلين. عندنا اداء كويس قوي على فكره وممتاز من علي الشريف في دور عبد الله، واداء جيد من الممثل العراقي نزار السامرائي في دور سليم. بعد كده ندخل على المثلث. مثلث مديحة كامل وفريد شوقي واحمد زكي، مثلث الصراع في الفيلم كان بينهم كيمياء عاليه جدا. مديحة كامل كانت حلوه قوي ورقيقه قوي وتلقائيه جدا جدا جدا. لما بتبتدي تظهر مشاعر الحب عندها عند لاسماعيل، نظراتها له. عندنا المشهد لما ابراهيم ضربها بعنف وهي بتطلب منه الطلاق وبتعلن انها عايزه تهرب من المكان ده، كان ادائها عالي جدا جدا وكويس قوي 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 قوي.
لما تكتشف نوايا اسماعيل الحقيقيه في ان هو عايز يستغل المولود اللي جابه منها من الحرام انه يسيطر على الورشه. مشهدها لما تروح له وهي قرفانه منه ويتكلموا، كان رائعه. فريد شوقي بيمثل بخبره كبيره جدا جدا. مشاهده هو بيتكلم اخواته بعنف، مشاهده هو بيتكلم عن طفولته والقسوه اللي فيها، اللي بتشرح لنا هو ايه. يدينا ايحاء الرجل المتسلط القاسي. مشهده الاخير وهو بيموت وبيكلم اسماعيل وبيقول له انه برغم انه يموت الا انه هو في النهايه التاني هيروح السجن، وولده وابنه اللي هيورث. نظراته وصوته وهو بيكلمه كان عامل ازاي. نيجي لاحمد زكي. احمد زكي زي ما قلنا دي كانت اقوى مرحله في حياته، مرحله تلقائيته. اللي كان تلقائي، اللي كان منطلق، الاداء الذي لم تفسده النجوميه. بنشوفه بيعمل مشاهد متناقضه جدا. في لحظه وهو بيعبر عن حبه لمحاسن وتعاطفه معاه بيبقى في منتهى الشاعريه والوداعه، وفي لحظات اخرى بنلاقيه في منتهى الشر. لما بيشرح خطته لمحاسن انه ازاي يستغل المولود اللي جابه منها في الحرام في انه يسيطر على الورشه، احمد زكي كان غير عادي. نقدر نقول ان رأفت الميهي عمل إدارة ممثلين مميزة. الثلاث ممثلين عملوا أداء عظيم، وكيمياء بينهم كانت عالية جدا. عيون لا تنام أنا بعتبره إن هو تحفة منسية. ناس كتير ما تعرفش الفيلم ده رغم جودته العالية جدا جدا جدا. عناصره مميزة، من تصوير لمونتاج لموسيقى هايله جدا جدا لديكور رائع لأنسي أبو سيف، مع حرفة إخراجية وإدارة ممثلين رائعة من رأفت الميهي، بالإضافة طبعا لأداء الممثلين الهايل. بالإضافة إنه هو غير كده، هو في حاجة الفيلم بيوري لنا إزاي تتعمل معالجة لنص مسرحي. ازاي رأفت الميهي اخذ نص مسرحي ليوجين اونيل في المسرح الامريكي وحوله وخلاه مناسب ويقنعنا انه بيحصل في مصر. هو عمل ده بحرفة عالية جدا. السيناريو رائع جدا، الحوار هايل جدا، بالاضافة للحرفة الاخراجية العالية قوي اللي قدمها رأفت الميهي. رأفت الميهي عمل مستوى عالي جدا جدا جدا، والغريبة ان المستوى ده ما قدموش في افلام تانية. ممكن يكون قرب منه في فيلمه الافضل الاخر اللي هو للحب قصة اخيرة. كل الحاجات دي بتخلي ان عيون لا تنام تحفة سينمائية لازم نقف قدامها واحنا بنبص على مشوار السينما المصرية. بعد كده رأفت الميهي عمل ايه؟ رأفت الميهي عمل بعديها فيلمين هايلين جدا، الافوكاتو وللحب قصة اخيرة. حب قصة اخيرة فيلم عظيم. بعد كده عمل في افلام زي السادة الرجال، سيداتي انساتي، افلام فيها نوع من الفانتازيا شويه، نوع من الخيال شويه، نوع من الكوميديا شويه، لكن لا اعتقد انها كانت في مستوى عيون لا تنام او للحب قصه اخيره او للافوكاتو. لكن بصرف النظر عن اي حاجه، رأفت الميهي له مكانته الكبيره في تاريخ السينما المصريه ككاتب سيناريو عظيم من خلال شغله اللي في السبعينات، وكمخرج كبير عمل لنا عيون لا تنام، وعمل لنا للحب قصة أخيرة، وعمل لنا الأفوكاتو. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.